السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقى في فيديو جديد وتطبيق جديد. تفتكر ايه هو الاختراع اللي غير التاريخ البشري بالكامل، وكان سبب ان المعرفة توصل لحد في اي وقت؟ خليك معايا لاخر الفيديو عشان اجاوبك على السؤال ده، بس مش قبل ما اوريك ازاي التطبيق الواحد على موبايلك ممكن يخليك تقرأ وتتعلم اسرع من اي وقت فات. بص يا بطل، احنا في زمن سرعة، واللي مش بيقرأ بيتأخر، بس المشكلة ان اغلب الناس بتقول ما عنديش وقت. وهنا بيجي دور تطبيق بوكس ريدر، قراءة الكتاب الالكتروني. واحد من التطبيقات اللي بتحاول انها تبقى موبايل، كتاب مفتوح قدام في موبايلك، كتاب في موبايلك، مكتبة كمان في موبايلك، كامل في جيبك. التطبيق ده ببساطة معمول عشان يقرأ الملفات الكتاب الإلكترونية، وده من أشهر الصيغة في العالم. يعني تقدر تحمل 1000 كتاب وتفتحه بسهولة جدا. أول ما تفتح التطبيق هتلاقي وجهة بسيطة تضيف الكتاب من الموبايل أو تنزله وتبدأ تقرأ فورا. بس خليني أقولك السر، استخدام صح هو اللي بيفرق. لو عايز تستفيد بجد وما تفتحش تطبيق وخلاص، حدد لنفسك وقت، حتى لو 15 دقيقة يوميا، واستخدم خاصية تكبير الخط او الوضع الليلي عشان تحفظ عينك. وكمان ميزة العلامات مهمة جدا عشان ترجع لنفس النقطة بسهولة. وميزة البحث داخل الكتاب هيوفر عليك وانت وقت ضخم لو بتدور على معلومة مفيدة ومعينة. طيب المميزات بقى اللي خلت الناس كتير تستخدمه: اول حاجة خفيف وسريع مش معقد. تاني حاجة بيدعم تخصيص القراءة زي تغيير الخط والخلفية. تالت حاجة بيدعم عدد كبير من الكتب بدون مشاكل، ودي نقطة مهمة لأي حد بيقرأ كتير. بس استنى، لأن مفيش حاجة كاملة. من الواقع رأي المستخدمين على بلاي ستور في شكاوي متكررة من ان التطبيق احيانا بيعلق او في مشاكل، وفي حتى فتح بعض الملفات. وكمان في ناس شايفة ان في نقص وبعض المميزات المتقدمة اللي موجودة في التطبيقات التانية. وفي تعليقات كتير تانية تفاعلت معاهم، منهم تعليق بيقول بالمعنى تطبيق كويس بس محتاج تحسينات كبيرة في الأداء. وده بيوضح ان التجربة مش مثالية 100%. نيجي بقى لنقطة اللي الناس كتير مش واخدة بالها منها: ازاي التطبيق ده مجاني وبيكسب منين؟ بص، مفيش حاجة ببلاش. فعلا التطبيق ممكن يكسب من خلال خدمات إضافية، أو من خلال جمع بيانات استخدامك، تحسين منتجاتهم، أو شركات مستقبلية، وأحيانا من بيع أجهزة مرتبطة بيه زي أجهزة القراءة الإلكترونية. يعني أنت مش بتدفع فلوس مباشرة، بس فيها مقابل بشكل غير مباشر. طيب فين الفخ انك تستخدمه بشكل عشوائي، تقعد تقرأ بدون تركيز، او تفتح كذا كتاب وما تكملوش، او اعتماد عليه كبديل للتركيز. الحقيقي القراءة الرقمية سلاح قوي، بس لو هتستخدمه غلط هيبقى مجرد تأليف صفح. طب لو عايز بدايل، في بديل مون بليس ريدر، وده من اقوى التطبيقات في التخصص والتحكم كامل في القراءة. وفي اوف بي ريدر، وده خفيف جدا ومميزاته للجهاز ضعيفة. في جوجل بلاي بوكس لو عايز تجربة متكاملة مع كتاب ضخم. كل واحد فيهم ليه ميزة طبعا. وفي النهاية نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه: ايه الاختراع اللي غير تاريخ البشر؟ الإجابة الكتب. والنهاردة التطبيق ده هي النسخة الحديثة من الاختراع ده. الفرق الوحيد ان زمان كان صعب التواصل للكتب، لكن دلوقتي الكتاب في ايدك. فهل هتستغل الفرصة ولا هتسيبها تضيع؟ لو الفيديو ده شحن طاقة وخلاك عايز تبدأ قراءة من النهاردة، اعمل لايك واشترك في القناة. استعد لان اللي جاي هيغير طريقتك للتفكير بالكامل. سلام يا صاحبي.